طب يا دكتور، دلوقتي احنا قلنا انه حضرتك قبل كده عملت العملية الكبيرة اللي هي بتاخد من 18 ل 24 ساعة، اللي هي زراعة الأحشاء، وده اللي بيتخللها تقريبا 5 أو 6 أعضاء زراعة في نفس الوقت. صح؟ كلهم مع بعض. كلهم مع بعض. ان بلوك. وقلنا كمان انه ساعات حضرتك بتكون عامل عملية ولازم 6 شهور اعتناء كامل، وساعات الاعتناء ده ما بيبقاش كويس، فبتضطر بتفتح وتعمل زراعة تانية، ففي تكرار. في تكرار. جسم الإنسان بقى يستحمل كام عضو يتزرع له جديد، او كام مرة عملية زراعة؟ هو أقصر حاجة عملناها اللي هو 6 ل 7 أعضاء دي في نفس الوقت كلهم. ده اللي هو جسمه فضي يعني. ده اللي هو كل ده كان فضي زي يعني. ما أول ما قدمت المقالة ديت، حد من الجراحين المشهورين في أمريكا قال لي يعني أنت بتاخد نص المتبرع وتحطه في نص بني آدم. في نص بني آدم كده. أيوة. عندك المعدة والإثنى عشر والبنكرياس والأمعاء والقولون والكبد والكلى، وفي عيانين عملت لهم رئة مع التيم بتاع الأعضاء الصدر، رئة كمان مع الأعضاء دي كل ده في نفس الوقت، كل ده مرة واحدة. فده طبعا مش حالات بنعملها كل يوم، إنما حالات موجودة. خدت بالك؟ بس دي حاجة ممكنة يعني. ممكنة طبعا يعني ممكن الجسم يستحمل انه يغير كل اعضائه اللي مسموح لها ان هي تتغير. ايوه. يعني يغير قلب ورئة وبنكرياس واثنى عشر وكل ده يتغير في جسم واحد. ايوه. والوقت بقى روتين الناس اللي عندهم امراض القلب ومحتاجين كبد بنعمل لهم قلب وكبد. العيانين اللي عندهم سيستيك فايبروزيس زي البنت المصرية اللي عندها حاجة اسمها سيستيك فايبروزيس، فعملنا لها الكبد والرئتين. خدت بالك؟ السؤال بتاع حضرتك يا باسل اللي هو ممكن تعمل أكتر مرة. في عيانين عملت لهم زراعة 3 مرات. فحتى في المقالات بتاعتي قلت بعد 3 مرات ما تعملش، لأن نسبة النجاح مش عالية قوي. يعني بعد 3 مرات نبتدي. يعني عملت زرع وحصل رفض للعضو، أيا كان العضو، وحصل رفض حاد، فبعمل له زراعة بعدها بشهر شهرين حسب الرفض هيحصل قد ايه ويقدر اعيشه قد ايه. يعني العيان اللي بيحصل له رفض حاد للكبد لازم تعمل له زراعة كبد على طول. عيان الامعاء ممكن تشيل له الامعاء وتحطه على المغذى عن طريق الوريد وتعمل له زراعة تاني. عيانين الكلى عملت زراعة كلى وحصل فشل للكلى مزمن او حاد، تحطه على غسيل وتعمل له زراعة تانية. بالنسبة للأمعاء الرفض بتاعها بيبقى غالبا مناعي، فبيبقى فيه رفض حاد أو رفض مزمن. الرفض الحاد ممكن تزرع تاني، تحاول تاني. أو العيانين اللي حصل لهم مضاعفات جراحية، الأوعية الدموية اتقفلت، فلازم تشيل العضو المزروع ده وتبدله بعضو تاني. لو العضو ده لايف ما تقدرش تعيش من غيره يبقى لازم تغيره في نفس الوقت. عيان يقدر يعيش من غير العضو ده، خاصة هيبقى ايه؟ حاجتين، يا الكلى يا الأمعاء. الكبد ما تقدرش، القلب ما تقدرش، الرئتين ما تقدرش. ماشي؟ فهم دول، أو البنكرياس. الكلى أو البنكرياس أو الأمعاء لوحدها، مش الأحشاء ككاملة. خدت بالك؟ فدولي ممكن تشيلهم. عيان البنكرياس تحطه على السكر، تحطه على الانسولين تاني لعلاج السكر. عيان الامعاء تحطه على المغذى عن طريق الوريد. عيانين الكلى تعمل لهم غسيل، ده ممكن تزرع لهم بعد 6 شهور، سنة، سنتين. خدت بالك؟ حتى الأطباء في أمريكا ما عندهمش المعلومات الكافية إن يعرفوا إن زراعة الأمعاء ديت ممكن تعيش بيها 35 سنة. يعني عندي مرضى من تينيسي ومن فلوريدا ومن كده، لأن معظم المرضى بتوع اللي عملت لهم زراعة أمعاء وأحشاء في بيتسبرغ أو كليفلاند من أمريكا كلها ومن كندا ومن الدول العربية، فعايشين حياة عادية خالص، ومن السعودية.
وبيجوا هنا مستشفى الناس متابعة دلوقتي مرضى من السعودية. دكتور حضرتك عامل 800 عملية زراعة أمعاء من 2500 في العالم كله. صح. الساحر المصري السوبرمان والله العظيم. انت درست كويس. أنا ذاك أمال إيه. كان وأنا بدي محاضرة في ستانفورد من 20 سنة، فعاوزين يبدأوا زراعة الأمعاء، فدعوني إن أنا أدي محاضرة جراند راوند. وأنا بدي المحاضرة ميديكال ستودنت طالب في الطب قال لي يا دكتور كريم، طب أنت بتروح دورة المية إزاي وأنت في أوضة العمليات 18 ساعة؟ فابتسمت له كده وقلت له بيحطوا قسطرة في المثانة بتاعتي علشان ما اروحش دورة المية. ده بجد وده هزار؟ هو انت لما بتكون في اوضه العمليات وحياه بني ادم في ايدك. ما ده سؤال حلو على فكره. ما سؤال حلو. عايز تخش الحمام هتعمل ايه؟ ما فيش حاجه، هو جسمك كله انت في عالم تاني خالص. بيفريز بقى. ولا بعد ما تخلص والاعضاء بقى ترجع حياتها عاديه، تحس ان انت عايز كمان بقى بترجع. يعني ساعات كنت بعمل الحالات ديت وفي رمضان. في الصيام كمان. وما تجوش الا في رمضان، يعني رمضان كل يوم بعد يوم عندي عضو. انت ما تقدرش تتحكم من الله سبحانه وتعالى. ده جميل. كان يعملوا ايه الحاكمات في بيتسبرغ اللي هم سموني الايجيبشن ماجيشن، هم بتوع بيتسبرغ. ايوه الساحر المصري. كان يجيبوا لي العصير بالبتاع بتاعته ويسقوه لي وانا بشتغل في اوضه العمليات. الشاليمو. خدت بالك؟ فيعني ساعات ما بتبقى انت في الوضع ده انت مفصول عن العالم كله. أكيد.